السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم كامل خوتي واخواتاتي متتبعي قناتكم الوفية أخبار رادار .ma. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم كامل بخير وعلى خير وفي صحة جيدة يا رب. خوتي العزاز، كما رانا كامل نشوفوا ونعيشوا، بلادنا راهي تمر بتحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومع هذا الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية، كاين ملفات ما يخصناش نغفلوا عليها ولازم دايما نتكلموا عليها. ومن بين أكثر الملفات حساسية وأولوية في المجتمع تاعنا هو ملف المنحة الجزافية للتضامن ومنحة ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هذا الملف مرتبط مباشرة بحياة فئة هشة، فئة عزيزة علينا بزاف، ما عندهاش مورد رزق واحد آخر من غير هذه الإعانات اللي تقدمها الدولة. اليوم راني جايبت لكم جديد مهم جدا، كاين حراك وبرلمانيين راهم يتكلموا ويطالبوا بحقوقكم، ورايحين نشوفوا مع بعض سؤال كتابي تقدم به النائب المحترم السيد بالجلال أحمد، اللي وجهه مباشرة للسيد الوزير الأول، وتكلم فيه على ضرورة مراجعة وتثمين هذه المنح. ورايحين نشوفوا أيضا وش كان رد وزيرة التضامن الوطني السيدة سورية مولوجي على هذا السؤال. تابعوا معايا الفيديو للآخر باش تفهموا كلش بالتفصيل وما تفوتكم حتى معلومة. وقبل ما ندخلوا في التفاصيل خوتي، حبيت نطلب منكم طلب صغير من القلب. هذا القناة أخبار رادار .ma راهي دايما واقفة معاكم وتجيب الفيزيون والجديد اللي يهم الفئات الضعيفة والهشة اللي ما عندهاش شكون يتكلم عليها، وباش نقدروا نستمروا وباش صوتنا يوصل لأعلى السلطات نحتاجوا الدعم تاعكم. إذا كنتوا مازال ما اشتركتوش في القناة، ديروا أبوني درك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تخلوا لنا جام للفيديو وتعليق شباب كما انتوما بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دعمكم واشتراككم هو اللي خلينا نواصلوا ونبحثوا على الأخبار اللي تفرحكم. يلا خوتي ديروا اشتراك وخلينا نكبروا العائلة تاعنا. أيا نبداو على بركة الله. كما راكم تشوفوا معايا عبر الشاشة، هذه الوثيقة هي عبارة عن سؤال كتابي رسمي تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني الدكتور بالجلال أحمد، وتوجه به للسيد الوزير الأول، وينطالب فيه بصراحة بمراجعة قيمة المنحة الجزافية للتضامن ومنحة ذوي الاحتياجات الخاصة. النائب بالجلالي ومن هذا المنبر نحيوه ونشكروه بزاف على المبادرات تاعه اللي دايما تدافع على الزوالي، أكد في السؤال تاعه باللي تبعنا باهتمام مخرجات مجلس الوزراء، أين أمر السيد رئيس الجمهورية بتحضير مشروعين لرفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة. وفي ذات السياق شاف النائب باللي مراجعة المنحة الجزافية للتضامن ومنحة ذوي الاحتياجات الخاصة أمام تراجع القدرة الشرائية هو أكثر من ضرورة ملحة، لأنه المبالغ الحالية ما بقاتش تكفي كامل باش تغطي المصاريف الأساسية والطبية تاعهم وأعباء الإعاقة. وطرح السؤال مباشرة للوزير الأول وقال: ومتاش يتم إقرار زيادات جديدة في هذه المنح بنسب تستجيب للواقع الحقيقي وتخلي هذه الفئة تعيش بكرامة وتحسن قدرتها الشرائية؟ يعني النائب حط يده على الجرح وقال باللي من باب العدالة الاجتماعية ما لازمش ننساوي الفئة الأضعف في المجتمع في وقت راهي تزيد فيه الأجور ومنح أخرى. الآن خوتي الأعزاز نروح نشوفوا وش كان رد وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيدة سورية مولوجي، اللي ردت نيابة عن الوزير الأول بخصوص هذا السؤال. الوزيرة أكدت باللي قطاع التضامن الوطني يعمل على التكفل بانشغالات الفئات الهشة من خلال حافظة متكاملة من التراتيب والأجهزة الاجتماعية الموضوعة خصيصا لهذا الغرض. وذكرت بالمرسوم التنفيذي رقم 24325 اللي حدد الفئات المستفيدة من هذه المنحة وضمان التغطية والحماية الاجتماعية لهم، واللي هم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، المسنين، نساء ربات العائلات سواء المطلقات أو الأرامل، والأشخاص المصابون بأمراض مستعصية وعاجزون عن العمل. الوزيرة قالت أيضا باللي هذه المنحة راهي شهدت تثمين وزيادة في قيمتها في عهد السيد رئيس الجمهورية بناء على قرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 16 أبريل 2023، ووقتها المنحة رجعت 12,000 دينار جزائري يعني 1,200,000 لمن كان يتقاضى 10,000 دينار يعني 1,000,000 سنتيم، وشملت هذه المراجعة قرابة 1,000,000 مستفيد.
وفصلت الوزيرة في الأرقام الحالية اللي راهي تمشي درك، وقالت باللي قيمة 12,000 دينار يستفادوا منها الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم 18 سنة فما فوق وحاملين لبطاقة إعاقة بنسبة 100%، وتستفاد منها أيضا العائلات اللي تتكفل بطفل أقل من 18 سنة وعنده إعاقة بنسبة 100% ودون اعتبار لأي دخل. أما قيمة 7,000 دينار يعني 700,000 فتمنح للأشخاص العاجزين والمصابين بمرض مزمن أو مستعصي والبالغين 18 سنة فما فوق، أو العائلات اللي تتكفل بأشخاص أقل من 18 سنة وعندهم بطاقة إعاقة بصح النسبة تاعها أقل من 100%. بصح خوتي هنا لازم نكونوا صريحين وواقعيين. الرد تاع السيدة الوزيرة بالرغم من انه كان مفصل وفيه ارقام وقوانين الا انه ما جاب حتى التزام رسمي بزيادة جديدة في الوقت الراهن. الرد اكتفى بذكر المكتسبات السابقة والتأكيد على أن الدولة ما راحش تتخلى على هذه الفئات مع الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد. وهنا نرجع لكلام النائب بالجلالي أحمد اللي أكد وعقب وقال باللي المسؤولية الاجتماعية للدولة تقتضي مراجعة دورية ومنتظمة لهذه المنح، وما لازمش نربط عيشة هذه الفئة بالتوازنات المالية فقط، لأنه هذا الشيء يخليهم دايما في وضعية هشة وغير منصفة. النائب قدم اقتراح هايل بالزاف وقال لهم علاش ما نديروش زيادة سنوية منتظمة ولو بقيمة 1000 دينار جزائري يعني 100,000 سنتيم كل عام تزيد في المنحة مع البحث عن مصادر تمويل مناسبة. هكذا على الأقل هذه الفئة تقدر تواكب الغلا والمعيشة اللي راهي تزيد كل عام. وفي الأخير خوتي واخواتاتي ومن موقعي أنا وبكل صدق ومسؤولية حبيت نقول باللي هذه الفئة راهي عزيزة وغالية بالزاف على قلوبنا كامل. هذا الناس ماشي مجرد أرقام في ملفات إدارية، هذو أمهاتنا، آبائنا، خوتنا ومرضى وعجزة راهم عايشين بكرامة وصبر رغم قسوة الظروف وغلاء المعيشة. الدفاع عن حقهم في العيش الكريم هو واجب أخلاقي قبل ما يكون مطلب اجتماعي، ومراجعة هذه المنح درك ما بقاتش رفاهية بل رجعت ضرورة ملحة تمليها العدل والإنصاف. ملف المنحة الجزافية ومنحة ذوي الاحتياجات الخاصة مازال مفتوح، وكما يقول المثل ما ضاع حق وراءه طالب، ونتمنى إن شاء الله في القريب العاجل السيد رئيس الجمهورية اللي نعرفوه دايما يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية يفرحهم بقرار شجاع وزيادة ترفع عليهم الغبينة، لأن قوة الدولة تبدأ من حماية أضعف أفرادها. نشكر بزاف النائب أحمد بالجلالي على هذه الوقفة الرجولية وربي يسدد خطاه. وانتم خوتي واش رايكم في هذا القضية وفي الاقتراح تاع الزيادة السنوية؟ خلولي آراءكم في التعليقات راني نقراها كامل. بلا ما نوصيكم خوتي ديروا دايما جام وبرتاجوا الفيديو واشتركوا في القناة أخبار رادار.ma باش تضمنوا يوصلكم كل جديد وفوري. تهلوا في روحكم وتهلوا في بعضكم بعض. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.